نفسك تعملي تورته في البيت، تعالي وانا اقولك تعمليها ازاي من الدقيق الابيض بدون فصل الصفار عن البياض وبدون خطوات كتير، وهنعملها مع بعض في البيت سهله وبسيطه وما عدتش هتشتريها من بره تاني. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس ولا نبدا نشوف عملناها ازاي. وقبل ما نبدا نسمي بالله ونصلي على حبيبنا شفينا رسول الله محمد. وهنا دي كده الكيك اللي احنا عاملينه مع بعض في الفيديو، سيبته يوم في التلاجة وهنشتغل فيه مع بعض النهارده ان شاء الله. اول حاجه هنعملها ان احنا نقطع الكيك. افضل حاجه تقطعي بيها الكيك عشان تطلع متساويه هو المنشار ده. المنشار ده متركب من اول 6 من اول 1 لحد 9. خد المنشار على التقطيعه اللي انت حباه، التقطيعه دي تطلع لك السمك اللي انت حابه. انا دلوقتي ظابطه المنشار على 8. والكيكه بتبقى حاطاه كده على الرخامه على ثابته على الارضيه عشان المنشار يبقى كده ثابت ما بتحركوش، انت بتحطيه على الارض. رقم 8 بيطلع لك السمك كده. شايفين ما شاء الله شكل الكيك من جوه. ودلوقتي بعد ما قطعت الكيك قطعت اللي هي كانت مقدار ونص على 4 وقطعت المقدار على 3. هركنها في جنب لحد ما اجهز الكريم. ودلوقتي اول حاجه عشان نعمل الكريم شانتيه 3 كوبايات من الميه المتلجه، احط عليهم كوبايه الا ربع من السكر. كل كوبايه ميه بتاخد ربع كوبايه من السكر. ده لو الكريم شانتيه اللي عندك مش محلى طبعا. وهنضيف 3 كوبايات من الكريم شانتيه و3 معالق من الكريم البلسير، ممكن تستغنى عنه لو مش موجود، و3 معالق من الحليب البودره، وافضل عليهم كيسين من الفانيليا. دي كده مكونات الكريمه عندنا. اشتغل النهارده في العجينه، ولو مش موجود عندك عجينه اشتغل بالمضرب الكهربائي عادي. وكده خلاص الكريمه بقت جاهزه معانا. كده خلاص الكريمه بقت جاهزه معانا، ودي القوام المظبوط كده للكريمه اللي احنا عاوزين الحشو التورته. ودلوقتي هنشتغل في اول تورتايه. معايا قاعده التورته، هحط كده قطعه من الكريمه عشان تمسك معايا التورتايه، واحط كده اول ديسك واسقيه بالشكل ده. ده كوبايه ميه على كوبايتين من السكر ورشه من الفانيليا. ودلوقتي هحشي بالكريمه. وبعد ما حطيت الكريمه هسويها بالشكل ده، وهعمل كده حرف من الكريمه عشان انا هحشي اول تورتايه توبنج فراوله. واحط التوبنج بالشكل ده. والتوبنج ده انا عاملاه في البيت والفيديو هتلاقيه على الصفحه. واحط كده عليها قطعه من الكريمه عشان الطبقه التانية تمسك فيها. وما تكتريش في خليط التسقيه قوي. وانت بتوزعي الكريمه توزعيها في كيس حلواني او كيس ثلاجه عشان تطلع معاكي مظبوط. كده من الكريمه. ودلوقتي حطيت تالت ديسك. وتالت ديسك بيبقى الديسك اللي في الارضيه خالص، ارضيه الكيك، عشان يطلع وشها مظبوط. واسقيه بالشكل ده. ونوزع الكريمه على وشها على الجوانب كده. اوزع الكريمه بالشكل ده. وهنا معايا التورتايه بعد ما جلستها اول وش ادخلها للتلاجة نص ساعه لحد ما اجهز التورتايه التانية واطلعها اجلسها اخر وش. بس اهم حاجه ان انت تمسحي قاعده التورتايه قبل ما تدخليها عشان ما تنشفش عليها. ودلوقتي هشتغل في تاني تورتايه. حطيت قطعه من الكريمه تحتها وحطيتها بالشكل ده على قاعده التورتايه. شلت حروف الكيك لان هي كانت محتاجه ان الحرف ينشف. واسقيها واوزع الكريمه. وزعت الكريمه هحط شويه من صوص الشوكولاته. لو مش حابه تحطي صوص الشوكولاته استغني عنه. انت من الاول لو حابه تعملي كيكه بالشوكولاته تحوشي معلقتين من الدقيق وتحطي مكانهم معلقتين من الكاكاو. وكده بعد ما حطيت تاني ديسك هسقيه. وانت ممكن تحشيها اي صوصات او ممكن فواكه زي المانجا او الفراولة. ودي تاني تورتايه بعد ما جلستها كده بالكريمه من بره. ودي معايا 4 ديسكات. وادخلها التلاجة نص ساعه وارجع اشتغل في الاولانيه ان شاء الله. ودلوقتي بعد ما سبت التورتايه في التلاجة نص ساعه هحط عليها الكريمه من على الحرف كده عشان اسويها. بعد ما وزعت الكريمه بالشكل ده هسويها. طبعا الطبقه اللي كنت حاطاها في الاول طبقه خفيفه بس عشان تداري طبقه الكيك. ودلوقتي بعد ما ظبطت التورته بالسكريبر، معايا هنا السكريبر المشنشر، همشي اخد على خط عليها كده ما اضغطش. ودلوقتي هعمل دربات على حرف الكيكه اللي انا حاشيها توبنج الفراوله. لما عملت دربات بصوص الفراوله هعمل باشكال كده بجيلي الفراوله
وارجع اعمل تاني اشكال بالكريم. ممكن تستغنى عن الخطوة دي وتعملي روزيتات من الكريم شانتيه كده على الوش، وتحطي بودنج من اللي احنا حاشين بيه، او فراولة شرايح، تقطعها شرايح، حط شرايح من الفراولة. عملت روزيتات من الكريم شانتيه كده في جنب التورتايه بالشكل ده. ومعايا هنا جيلي التلميع هلمع بيه الفراولة، ولو مش موجود عندك جيلي التلميع ممكن تعملي بشربات تقيل كده. خلاص اول تورتايه بقت جاهزه معايا، شايفين ما شاء الله شكلها. ودلوقتي عشان اجلس التورتايه التانية اخر طبقه، معايا الكريم شانتيه واحط عليه معلقه من جناش الشوكولاته، او ممكن معلقه من الكاكاو. عملت روزيتات من الكريم شانتيه بالشكل ده، ومعايا هنا جناش شوكولاته عاملاه في البيت، احطه عليها بالشكل ده. انزل بدريبات على حرف الكيكه بالشكل ده كده. معايا هنا شوكولاته خام حاطه في قوالب سيليكون، وبتطلع معاكي بالشكل ده. التورتايه التانية كمان خلصت، شايفين ما شاء الله شكلها. التورته شايفين ما شاء الله شكلها، شايفين ما شاء الله. ودي التورتايه التانية اللي احنا مزوقينها بالشوكولاته، شايفين ما شاء الله شكلها.